البيت اللي طالع يتكلم على العالمين مصر ده إرهام سعيد، ويعمل مشاكل وإرهام، وفي اللي بيعمل مشاكل مع فلانة ومع علانة. سيبوا الخلق للخالق. احنا كنا إعلاميين، ما احناش عين الأمة ولا عين الشعب. كل واحد حر في رأيه وفي فكره وفي آرائه، كل واحد يقول اللي نفسه فيه، مادام الشخص اللي قابلك بيستوعب كلامك فيبقى الكلام منطقي وجميل. مش ان كل واحد يهين تاني ويبدأ عايز اطلع على كتاف الإعلامية دي. عايز اعرف الكتاف دي الست اللي هي بتشحت على التوك توك بتاع الخلق للخالق، هي رضت ان هي تهزق نفسها هي وبنتها ويطلعوا يشحتوا بالدولارات، وبالليل تطلع في الكباريهات. الخلق للخالق، ربنا هو اللي هيحاسبهم، مش حد يحاسبهم. وكل واحد يطلع عايز يركب ترند على حسهم، هم يطلعوا يدعوا ويشتموا على الناس. ده مظهر مش طبيعي ومش جميل وما يليقش بينا كمصريين. ان احنا فعلا نطلع نهزأ نفسنا قدام بتوع الامارات، لا السعودية، لا الكلام ده. هم مش احسن مننا ولا افضل مننا عشان ان احنا نشحت منهم. بالعكس، انت ربنا رضاك مرة يا ام فلانة، ربنا رضاك مرة واثنين وثلاثة. بيقولوا كل شوية بنت جاب عربية حمراء، لا عربية زرقاء، لا عربية، وبتيجوا تربطوا وتحسسوا الناس ان انتوا فقراء. يعني بتليقوا في تمثيل الغلب، وبتليقوا في تمثيل السعادة والرفاهية. طب ليه كده؟ ليه تسوقوا سمعة البلد ديت؟ جمعاكوا وعاملاكوا هي اللي دلعة، وبيقولوا بنتها في المدارس انترناشونال وراكبة عربيات اشكال والوان، وبالليل بتصرف دولارات على كبرهات. انت تاخدي الدولارات وتسوقي سمعة بلدك، وما تحسيش فعلا ان انت فعلا يوم هتتحسبي على حاجة دي. القرش نقطة سودا في وش البني آدم يوم القيامة. هو انت ناقصة نقط سودا؟ ارضي بما قسم لك الله، واكتفي باللي عندك، واعملي بالفوائد اللي بتجيلك من الفلوس اللي انت لمتاها من الامارات ومن الدول دي. اعملي بها حاجة لله ولدخلك، مش ان انت تطلعي تشحتي على التوك توك. منظر ما يليقش ولا يرضي ربنا. احنا مصريين عايزين زي ما احنا ثبتنا حضارة وجدارة، نثبت برضو حب وأمانة، ونثبت كمان قدام الناس إن احنا أفضل منهم، لأن ربنا فضلنا درجات، وجعل مصر بجمالها وبقدرتها على الجمال ده كله، إن هي فعلا تبقى مميزة وتبقى أم العرب. فمش معقول ربنا حطك في أم العرب وانت تحطينا في أسفل السافلين. عيب علينا ان احنا نشحت. الواحد عاش في الاعلام سنين طويلة، لا ربح منه ولا اخد ابيض ولا اخد اسود، وتغطية مؤتمرات وجري ولعب ومشي وحاجات كتير، ولا خدنا الابيض والاسود. فانت روح عيشي بما اسم الله لك، عشان كرامتك وكرامة بلدك، بالكرامة والعزة. مصر عزيزة علينا، وعيب نعمل فيها كده.